على بركة الله. السلام عليكم، يا أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي الجميع المغاربة أينما كنتم، سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. أخوكم زكريا نيوز يحييكم. دائما الأمور مضبوطة. اليوم جبت لكم أخبار مهمة وغاية في الأهمية، ما عليكم غير تتبعوا معنا الفيديو من الأول حتى الآخر. عطونا الآراء ديالكم في التعاليق، كنعولوا عليها بزاف، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم المتواصل لهذا الشاب المغربي المناضل الغيور على وطنه. غادي نبداو الفيديو ديال اليوم بدعواتنا لجلالة الملك محمد السادس، الله يحفظه وينصره والله يخليه لنا دائما يا رب يا مولانا، تاج فوق راسنا. وصلنا بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة على أن جلالة الملك مسكين تعرض لنزلة برد. على قبل هذا الشيء وصى الطبيب ديالو باخذ فتره راحه طبيه وتفادي السفر لبضعه ايام، فالله يحفظه الله يخلي ليه صحيحته والله يخليه لينا والله ينصرو يا ربي يا مولانا. دعواتكم مع جلاله الملك، كذلك الدعم ديالنا والتضامن ديالنا مع الصحفي والاسد المغربي رشيد مباركي اللي خدام في قناه فرنسيه BFM TV، اللي تم الطرد ديالو فقط بسبب القول ديالو الصحراء مغربيه، فاش كان كيلقي او كينشر الاخبار ديالو اثناء العمل ديالو. قال الصحراء المغربيه تم الايقاف ديالو. دابا فرنسا قول الصحراء المغربيه كتعتبر جريمه يعاقب عليها القانون الفرنسي بايقاف صحفي، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فكل التضامن مع رشيد مباركي. سيادنا كيف ما قلت لكم الحلقة ديال اليوم غادي تكون مبلبلة، فغادي نحتاجوا البارطاج ديالكم بزاف. أوامر ملكية، حان الوقت سيداتي سادتي لاسترجاع الصحراء الشرقية اللي بزاف ديال المغاربة وحتى أنا منهم كنطالبوا بالاسترجاع ديالها. دائما كنقول للمتابعين ديالنا والناس اللي مهتمين بهذه القضايا الوطنية، فلكل أجل أجله. الحمد لله حنا ملف الصحراء المغربيه الغربيه جمعناه وطويناه وسديناه. بزاف ديال الناس كيقولوا دابا خصنا نطالبوا بسبته ومليليه، خصنا نطالبوا بالصحراء الشرقيه، فكنقول لكم غير بشويه كيتكال بودنجال كيف ما كنقولوا، وغير بالمهل كيتكال بداز. فحان الوقت اليوم لاسترجاع الصحراء الشرقيه سبته ومليليه. راه حنا عارفينها انها محتلتين، ولكن الاسبان اللي محتلين عارفين على ان المغرب غادي يسترجعها مساله وقت فقط. المهم الخبر الهام اليوم هو ان السيده بهيجه السيمو كشفت عن وثائق خطيره رعبات نظام تبون وشنقريحه، رغم ان النظام ديال العسكر تبون وشنقريحه ما غاديش يتقبلوا هاد رعباتهم، حيت هما دائما مصدعين لنا راسنا بالقوه الضاربه، وحنا ما كاش اللي يغلبنا وكيتعناو بالخرده الروسيه. ولكن حنايا دابا واليوم ما كنقصدوش بالرعب المضاربه والتشمكير اللي في تبون وشنقريحه، حنا قصدنا الرعب القانوني. غادي نشوفوا دابا كيفاش تعاملوا وسائل الاعلام الجزائريه مع هذا الامر. نبداو بصفحه الشرور الجزائريه. قالت المغرب يستفز الجزائر في وحدتها الترابيه. يا الهي يا الهي يا الهي، دابا هما عاد فهموا الوحده الترابيه، دابا عاد حنا ولينا خايبين، ما كنحترموش الوحده الترابيه ديال الجيران ديالنا الله يخليها جوره معاهم. دابا حنا عاد ولينا حنايا خايبين، ولينا كنتطاولوا على الوحده الترابيه ديال الجيران ديالنا، وما عاد عرفوا القيمه ديال الوحده الترابيه، وعاد حسوا بالاستفزاز. هما اللي تقريبا نصف قرن وما كيدعموا وكيمولوا جبهه انفصاليه وهميه وكيجريو ويجاريو من اجل تقسيم المغرب. داكشي كان ديك الساعه حلال عليهم وحرام علينا. فخرجت جريده الشروق بهذا الخبر، كتقول في التفاصيل ديال الخبر ديالها كيف ما كتشوفوا معايا: تصعيد خطير من نظام المخزن بإيحائه لنقاش قديم وعقيم يعتبر من الأسباب التاريخية اللي فجرت النزاع الدموي مع الجزائر. وبعدما كان هذا النقاش الوهمي محصور في الأوساط السياسية غير الرسمية، انتقل إلى دواليب مملكة المخزن برعاية وكالة الأنباء المغرب العربي للأنباء ماب لشخصية رسمية. هذه الشخصية واللي هي مديرة الوثائق الملكية التي طالت بتصريحاتها الوحدة الترابية للجزائر. بغيتكم تشوفوا من خلال هذا الخبر هذا طريقة ديال التفاعل ديالهم مع هذا الأمر، وكيفاش وصفوا هذا القرار اللي خرجت به مديرة الوثائق الملكية السيدة بهيجة السيمو. قالوا على أن السيدة بهيجة السيمو زاعمة بأن الهيئة التي تديرها تتوفر على وثائق تؤكد ملكية المخزن اللي وحليهم على ملكية المخزن للصحراء الشرقية وفق توصيفها الباطل،
ويقصدون بها أجزاء من المنطقة الغربية والجنوبية الغربية للجزائر، بشار وتندوف والقنادسة، في تصريحات سيكون لها ما بعدها. شوفوا معايا دائما تهديد، دائما كيحاولوا انهم يدخلوا ويتعنطروا بواحد العبارات ديال التهديد، وكيبينوا يخرجوا الكتاف ديالهم الخاويين. المهم قالوا ان هذا ما يعني ان تلك المؤسسات تلقت الضوء الاخضر من مصادر صناعة القرار في المخزن بصب المزيد من الزيت على النار المشتعلة. باقيين كيستعملوا الاسلوب ديال التهديد وديال التعنطير وديال القوه زعما وما عرفتش شنو غادي يديروا، والتشمكير ديالهم اللي في تبون وشنقريحه. هذا القرار هذا اللي خرج اليوم من مصادر رسميه خلاهم كيتخبطوا ونوض الروينه في قصر مراديه، وخلى تبون وشنقريحه بلا نعاس. دابا غادي نرجعوا لسيادنا وغادي نشوفوا شنو هو الكلام الرسمي الخطير اللي وصفوه هما بالخطير اللي زعزع حكام قصر المراديه. دابا عطوني ودنيكم واستلغاو ليا مزيان وغادي نشوفوا شنو قالت مديره الوثائق الملكيه السيده بهيجه السيمو. قالت على ان الوثائق التاريخيه المحفوظه المتعلقه بالصحراء المغربيه الغربيه منها والشرقيه متوفره جدا ويمكن الاطلاع عليها. يعني اي واحد بغى يجي يشوف هذه الوثائق فيجي يشوفها، وان هذه الوثائق هذه ما كتشملش فقط غير المراسلات والمبيعات فقط، وانما تضم كذلك عدد من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود من العصر الوسيط لحد الساعه. وقالت على ان هذه الوثائق تثبت مغربيه الصحراء. بالنسبة للوثائق المتعلقة بقضية الصحراء هي متوفرة جدا 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 في المغرب. وحينما أقول الصحراء يعني بها الصحراء بين مزدوجتين الغربية والشرقية أيضا. فالصحراء متوفرة لدينا. وهنا أعيد حتى الجواب على صديقي أنه يمكنكم الاطلاع على هذه الوثائق ويمكنكم نشر لأنها مرتبة والحمد لله. منذ غد أنا في انتظارك، فيجب أن تأتي وتطلع عليها. حينما أقول الوثائق المتعلقة بالصحراء ليست الوثائق فقط المراسلات أو الضهائر أو البيعات، هنالك خرائط تبين كيف تطورت الحدود، وهنالك بعض الرسوم للحدود، وهنالك الاتفاقيات، وهنالك الرسائل المتبادلة منذ العصر الوسيط إلى اليوم على قضية الصحراء. قضية الصحراء مغربية من خلال وثائقنا وهي تنتظر أقلامكم، فنحن في خدمتكم في أي وقت ترونه مناسبا. شكرا. هذا الكلام هذا اللي فرق عليهم المراره واللي خلاهم الان تالفين ومخرج الابواق ديالهم المأجوره نظام العسكر الفاشل، خلاهم الان يستعملوا معنا اسلوب التهديد والعنطره. صافي قالوا راه عندهم وثائق خطيره، لان السيده بهيجه سيمو خرجت كتكلم بواحد الثقه عندها في راسها، وعرفات على ان المغرب كيضم وثائق اللي غادي تمكننا من خلالها استرجاع جزء كبير من الارشيف ديالنا. وهي الان المملكه المغربيه كتشتغل حاليا مع اسبانيا من اجل تبادل عدد من الوثائق الخاصه بحقبه الاندلس، ونفس الامر غادي نديروه كذلك مع البرتغال في الشهر الجاي ان شاء الله، على حساب ما قالت السيده بهيجه السيمو. قالت على ان الشهر الجاي غادي نخدموا كذلك مع البرتغال من خلال ابرام اتفاقيه اللي غادي تمكننا كذلك من استرجاع جزء من الارشيف، خاصه ما يتعلق بالحروب والمعارك، وعلى رأسها معركة وادي المخازن ومن لا يعرفها. وشرط كذلك على أن ما يثار بخصوص العالم المغربي على أن المقيم العام اليوطي هو من قام باعتماده، فقالت على أن هذا أمر غير صحيح، وأكدت على أن العالم الوطني له تاريخ عريق يمتد منذ فترة حكم الأدارسة وحتى اليوم. فأنتم كيف ما كتشوفوا هادو ولاد الكراغلة حتى العالم ديالنا ما قالوش لك على ان العالم المغربي من تصميم جزائري. والله تخرج العينين تخرج العقل. يلا واش شوفوا معايا انتم ولاد الكراغلة هاد صحاب 10 في عقل. حتى العالم ما قالوش، حتى العالم قال لك من تصميم كرغولي، حتى حاجه ما بغاو يخليوها لينا هاد ولاد الحرام من فعيلهم. هذا الشيء اللي كيزيد يبين على انهم جن جنونهم. وطلبات مديرة الوثائق الملكية إلى الاهتمام بالوثائق التاريخية المغربية وإخضاعها لشروط الحفظ، على اعتبار أن حفظ الأرشيف
ليس أمر بسهل ولا يمكن لأي كان أن يقوم بهذا الأمر. وقالت على أن المغرب بلد عتيق وله تاريخ وغني بوثائقه، ولأن هذه الوثائق على حد التعبير ديال السيدة بهيجة على أن هذه الوثائق تعتبر سلاح معتمد وبرهان لا غبار عليه. وهذا هو الواقع سيداتي سادتي. الحمد لله المملكة المغربية لها تاريخ عريق وعندنا وثائق تثبت الحدود ديالنا وتثبت مغربية الصحراء الغربية والشرقية للدالين المستعمر وعطى لهذا الكراغ لهذا المجانين. المهم هذا القرار هذا سيداتي سادتي اللي هو موصفوه بالخطير خلى النظام ديال العسكر كيتخبط والوسائل ديالو خارجين وكيتهجموا وكيهددوا، وعلى راسهم خرج حفيظ دراجي الملعون المعتوه وقال في تغريده ليه على الحساب ديالو في تويتر: من يزعم أن لديه شبرا من الأراضي استولت عليه الجزائر ويطالب باسترداده نقول لا، لولا احترامنا لمبدأ أممي ينص على ضرورة الالتزام بالحدود وبالاتفاقات التي وقعناها مع كل الجيران بعد الاستقلال لطالبنا. سمعوا معايا مزيان، سمعوا معايا قلال الأصل كيفاش كيهضروا. قال لك لطالبنا بأراضي كانت جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي واستولى عليها الغير، خلونا ساكتين أفضل. ياك المريق. هذه هي التغريدة ديال المعتوه المرتزق حفيد المستعمر الفرنسي، بلاص ما يتكلم ويناضل من أجل استرجاع الجماجم ديال جدودو اللي كاينين في باريس في المتاحف. اللي بغى يدخل يحوص ويشوف الجزائر ديال الشواده قال لك بغير ثمن، غير بدولار دخل مع راسك وحوص وشوف الجماجم ديال هادو اللي الان مصدعين لنا راسنا بالشهاده ما الشهاده. والان شوفوا كيفاش كيتكلم وكيفاش عبر على هذا القرار هذا او عن هذا الكلام هذا اللي زلزلهم اللي خرجت به السيده بهيجه السيمو. باش نذكرك يا دراجي وغادي نعطيك واحد التذكير اللي غادي يسالي معاك، دائما تذكر على ان دوله الهوكيون اي الدوله ديالك الكرغوليه تأسست سنه 1962. هذا يكفي سيداتي سادتي. هذا